السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا بوسلام برو. خليكم مع الفيديو ونرجعوا من بعد إن شاء الله. تحدث عن انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وليد صدي تلقى رسميا الضوء الأخضر من السلطات العمومية، مؤكدا رغبته في إعادة الجزائر مجددا إلى الواجهة الإفريقية قبل أقل من أسبوع على انقضاء مهلة إيداع الملفات الترشح. ناصر بويش، كل الأمور مجهزة لوليد صدي كي يترشح ويفوز بمقعد في انتخابات المكتب التنفيذي للكاف. هذا ما هو ظاهر للعيان، نحن نشاهده يعني سهل وواضح، لكن هناك فعلا حرب خفية إن صح التعبير، ربما سيخوضها صدي في الخفاء في ظل انتشار أخبار تفيد برغبة بعض الأطراف في عرقلة السير الحسن لهذا الترشح. وصادي الذي يعيش على واقع ما عاشه رؤساء الفاف السابقين في الفترة السابقة، ربما الرجل يحتاج للدعم ويحتاج للخبرة أيضا. ما رأيك؟ يحتاج للدعم، للمساندة، للخبرة، لأشياء كثيرة، يعني للضوء الأخضر كما قلت، لكل هذه الأشياء. ربما حتى ولو نتمنى كل التوفيق لوليد صدي، وإن شاء الله يكون عنده مقعد بوزن، يعني بوزن ثقيل، حتى ما تكونش مقعد تكون هذا شكلي ولا عضوية المكتب التنفيذي. يعني راح يكون في دوائر صنع القرار. صنع القرار مقعد له وزن، يعني باش لهذا نظن الجزائر بحاجه لربما كما نقولوا قلت لك مقعد مثل هذا اللي له وزن، له دونك حتى ولو الهيئة هذه فيها أشياء ربما مفاجآت، فيها أشياء خفية، فيها أسرار، فيها تلاعبات، فيها كل شيء يعني، لكن نتمنى الوليد صدي إن شاء الله التوفيق تو سامبلومون. أمين. المهمة صعبة لوليد صدي في وقت يقال أنه سيكون المرشح الوحيد على منطقة شمال أفريقيا. نعم، المرشح الوحيد. عماد، بعد تلقي وليد صدي إذن الضوء الأخضر من ربما السلطات الآن، هو ربما يؤكد أو المعطيات تؤكد أنه المرشح الأول، المرشح الوحيد من شمال إفريقيا والمرشح الأبرز، هذا ظاهريا كما قلت عماد، ولكن حرب الكواليس دائما تبقى في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ولكن دعم صادي، دعمه من موتسيبي حتى رئيس الاتحاد الدولي انفانتينو، هما الأمران اللذان ربما يعني يزيدان من نسبة فوز صادي بهذه الانتخابات التي ستكون في مارس القادم. يعني الملف سيرسل يوم 12 نوفمبر، سيرسل الملف ترشحه، وبعد إلغاء القاعدة تاريخ 12 نوفمبر هو يعني آخر أجل يعني لإرسال 12 مارس 2025 انتخابات الكاف. إلغاء سن 70 سنة ساعد يعني صادي، إلغاء سن 70 سنة يساعد التمثيل اللغوي أيضا. لا، إلغاء سن 70 سنة للأمانة يا أمين باش نصحح لك المعلومة، يساعد هاني أبو ريدة اللي هو رئيس الاتحاد المصري سابقا. أبو ريدة ربما عماد يسمح له بالترشح، يسمح له بمنافسة موتسيبي على كرسي الرئاسة. نعم، ولكن ربما الأخبار تقول بأن ربما أبو ريدة يريد مقعدا في الفيفا عماد، وليس في الاتحاد الإفريقي. ربما بعد يعني آخر تاريخ، إذا أراد أن يستمر في المكتب التنفيذي سيكون ربما منافسة شرسة مع صادي. لكن مثلا الاتحاد التونسي لا يوجد يعني مكتب، ليس لديهم رئيس حاليا، إذن المرشح الوحيد هو وليد صادي، هو الأقرب. كما قلت عماد، سن 70 سنة ربما سيساعد أبو ريدة، ولكن صادي ربما يرى في نفسه أنه قادر على بعد أن تلقى الضوء الأخضر صحيح سيكون قدم يعني معطيات بأنه قادر على الفوز بهذا المنصب الذي سيجعل الجزائر لديها قوة في الاتحاد الإفريقي، وحتى بدعم كما قلت لك موتسيبي ودعم رئيس الفيفا انفانتينو. إذن هو يقترب، سنقول 90% حتى لا نقول 100%. لا، إنما شاف في طريق موتسيبي الذي تلقى دعم. هذا الرجل مدعوم من قبل الفيفا و40 اتحاد إفريقيا. ناصر بويش لتزكيته لعهدة أولمبية ثانية. نتحدث عن 40 اتحاد، 53 اتحاد قاري، كل ما يمثل إفريقيا. 40 اتحاد قاري يمشي مع موتسيبي. هنا القوة تميل إلى موتسيبي ولو مؤقتا. أكيد، كما قلت أنت، العدد هذا ولا النسبة هذه تاع 40 اتحادية اللي تمشي مع موتسيبي، أكيد أنه موتسيبي مرة أخرى راح يكون في الواجهة يعني.
لكن يا نصر بوش بعد 7 سنوات من الغياب منذ نهاية عهدة الوراوة سنة 2017 اليوم يبشر بالخير وجود هذه المعطيات والمؤشرات القوية. مثلا صدي كما قلنا قد يكون المرشح الوحيد عن منطقة شمال إفريقيا بدعم من قبل موتسيبي وحتى رئيس الفيفا جاني انفانتينو وفق المعلومات المنتشرة في الفترة الأخيرة. هل أنت متفائل شيخ نصر مع أنه نفس الرجل الذي كان على رأس الاتحاد الجزائري اللي هو جاهد زفيزف كان تلقى دعم من قبل انفانتينو، لكن في الأخير الرجل خرج خالي وفاض؟ والله غير في الرياضة خاصة في كرة القدم لازم ننتظر كل شيء يعني. تقدر تكون فيه كما قلت خبايا، تكون فيها ربما كواليس لعبة الكواليس. كواليس فيها أشياء ربما أكثر من الكواليس يعني غير رياضية. غير رياضية أكيد. لكن مرة أخرى قلت لك أن احنا نتمناو أنه الجزائري يكون عنده تمثيل في تمثيل. لا لازم نكونوا حاضرين. حماية حتى ولو وليد صادي منذ لازم عنده فترة قصيرة من اللي راه عاد إلى رأس الاتحادية مدة قصيرة، حتى ولو ينتظره عمل كبير محليا. لازم نقولوا في أشياء كثيرة لتحسينها لربما ترجع الكرة الجزائرية إلى الواجهة قاريا. لكن نتمنى كل مرة أخرى كل التوفيق لوالد. مرحبا بكم يا مجدي خوتي خواتاتي، نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. يا بزاف هاد الناس يا خوتي، مره الكاف مره خلطه نهدوا بها المغرب، مره نقولوا هادي مره نديروا هادي. المغرب هارب عليهم اقتصاديا رياضيا باش ما جات عسكريا باش ما جاتو هما باقي تيهضروا. تخيلوا معايا الكاف ما شنو دارنا التوني يعني رجعتونا التوني التوني في الخريطه تخلينا نمرضوا حنا الخريطه مرضتنا. يا ودي ما تاخر لا ما بقاش الطاس. لا المغرب زايد على الطاس. يا ودي مالك يا ودي ما عندكش تقول لي الطاس وشنو. يا ودي كنتي تقول لي القانون ونقلبوا على ارتيكل ما بقاش لا ارتيكل ولا المغرب هارب. يا ودي خليكم اخوتي واللي يسمعكم راه هبل معاكم والله. الله الوطن الملك. شكرا للمشاهده، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، لايك وانتشار الفيديو، تعليق محفز. شكرا لكم.